السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم ويعود علينا وعليكم الأيام بخير إن شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل أحلى قدرة فول مدمس في البيت بطريقة سهلة وجميلة ونتيجتها مضمونة بإذن الله، وهتعمليها على طول ومش هتغيري الطريقة دي بإذن الله. أول حاجة معانا نص كيلو من الفول التدميس، بليناه بقالنا 12 ساعة. وبعد كده هجيب جزرتين مبشورين، جزرتين صغيرين وهبشرهم، وطماطمايه مقطعه نصين وهحطهم كلهم كده في القدره. وحطيت كمان كوبايه من العدس الاصفر المشطوف والمصفي، بس معلش الكاميرا ما جابتهوش، كانت في اللقطه اللي بعد دي فبعتذر لحضراتكم. يبقى حطينا بس في القدره كوبايه من العدس الاصفر وجزرتين مبشورين وطماطمايه، وهحط دلوقتي معلقه من الكركم وسقيت بالميه السخنه اللي بتغلي، وهقلب كله بقى واسيبها لغايه ما تغلي. واول ما تغلي على طول هتوطيها على اقل درجه عندك في البوتاجاز زي الشمعه. شايفين لونه جميل ازاي؟ حتى وهو بيستوي لونه جميل قوي قوي قوي. الكركم بيديله لون حلو قوي، والعدس بيبقى طعمه جميل ودايب، بيبقى حاجه كده ولا الكهرمان، روعه روعه روعه. كده خلاص خلص الفول اهو، جميل والنتيجة حلوة جدا وسمكه حلو ومش محتاج نشا، مش محتاج مواد ربط زي دقيق ولا نشا ولا اي حاجة. ممكن لو انت حابة بقى اللون الاحمر، بدل ما تحطي الوان صناعية زي ما الناس اللي بره بيحطوا الوان صناعية، ممكن تحطي معلقتين من الصلصة تدوبيهم وتحطيهم في القدرة، هيبقى لونه محمر شوية. بس صدقوني اللون ده جميل وطبيعي ومفيهوش اي اضافات الوان صناعية ولا اي حاجة. كده خلاص بقى هنوضب طبق الفول الجميل اللي معانا، وهنحط الطحينه والزيت وهنحط الليمون، وهيبقى احلى طبق فول بالهنا والشفا. تعمليه في بيتك ومضمون لاولادك وحاجه اخر جمال. وما تنسنيش في دعوه حلوه والاشتراك على الكل عشان يسلك مني كل جديد في القناه. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.